يلا كفراوي، عندنا ايه النهارده؟ طيب هنتكلم النهارده على موضوع بيشغل ناس كتير، خصوصا الناس اللي بتبتدي في موضوع التوب ووتر او الكاستنج. هو ايه الفرق ما بين قصبة الستيك بيت وقصبة البوبرات؟ لان في فرق وانت هتحتاج تعرفه كويس قبل ما تروح تشتري. لو عايز تبتدي في موضوع التوب ووتر محتاج تعرف المعلومات دي كويس قوي، هتفيدك وان شاء الله تسهل لك عمليه الشراء بتاعتك وانت رايح تشتري اول قصبه دي. كابتن كفراوي، طب احنا عايزين نعرف ايه الفرق بين الستيك بيت والبوبر بالنسبه للاكشن. طيب اول حاجه ده شكل مثلا البوبر. تمام. البوبر بيبقى ليه وجه كده مقعر بالمنظر ده، ماشي. ده شكل ليه. انا مركب هنا تريبل، الموضوع ده هنتكلم عليه بعدين. تريبل سنجل هوك. بس عامة اللي بيميز البوبر دايما هو الشكل الوش بتاعها المقعر ده، دي اكتر حاجة بتميز البوبر. ممكن تلاقي منها طويل، ممكن تلاقي قصير، ممكن حجم صغير، اوزان تبتدي من حد فيه بوبر 10 جرام لحد بوبر 300 جرام. طيب معلش، في فرق بين السمول كاب طبعا. كل ما الكب بتاع البوبر بيكبر كل ما بيسبب مقاومة اكتر في المية. تمام. طيب. وبالتالي انت هتحتاج قصبة تكون اقوى، وده هنتكلم عليها بالتفاصيل دلوقتي. بس خلينا دلوقتي ومجهود اعلى طبعا. ومجهود طبعا اعلى. تمام. طيب هو ايه فكره البوبر؟ هي فكره البوبر ان هي بتمشي النظريه بتقول حاجتين. في ناس بتقول ان هو صوت الفرقعه اللي بيعملها، لان هي بتقعد تعمل فرقعه، صوت فرقعه في الميه. تمام. وفي ناس بتقول نتيجه التطشر. تمام. اللي هي بتعمل لان لما بتعدي في الميه بتبتدي تغرف ميه من الجزء ده وتعمل تطشه حواليها. ففي ناس بتقول ان هي بتحاكي السمك اللي بيجري على وش الميه، وفي ناس بتقول ان صوت الفرقعه اللي بيطلع من البوبر الجي تي بيقدر يسمعه. تمام. حتى بص على الفيديو هنا هتعرف. انا حاطط فيديو هنا اهو، هتشوف منه شويه تفاصيل على حركه البوبر نفسها شكلها عامل ازاي. تمام. بالنسبه للستيك بيت، ده شكل الستيك بيت تقريبا بنسبه 90% هو شكل سمكه. تمام. سمكه بتتحرك في الميه. مختلفه في الوش بتاعها زي ما انتم شايفين، شكلها انسيابي اكتر من البوبر، وبتتحرك في الميه ان هي بتنزل وليها اكشن. كل ستيك بيت ليه اكشن مختلف عن الثاني. في ستيك بيت فلوتنج، في ستيك بيت سينكينج، يعني في بيعوم على وش الميه، في بيغطس لو سبته في الميه من غير حركه تلاقيه بيغطس. في السب فلوتنج يعني بيبقى يا دوبك بيثبت تحت الميه مثلا ب 20 سم 30 سم. تمام. في الفلوتنج اللي فوق. ففي اشكال كتير. طيب انا ملاحظ ان انت حاطط سنجل هوك. السنجل هوك انا بحط السنجل هوك بناء على وزنه الستيك بيت نفسها. في ستيك بيت ينفع تحط لها تريبل، وفي ستيك بيت لما تحط لها تريبل اكشنها ما بيبقاش حلو. موضوع الاكشن بتاعها. تمام. واتكلمنا عن موضوع الشكل بتاعهم مختلف، ده الشكل بتاعهم هو مختلف. تمام. واتكلمنا عن اكشن كل واحده. اتكلمنا عن اكشن البوبر انا حطيته في الفيديو، واكشن الستيك بيت انا برضو هحط لكم ليه شكل هنا، شكل الاكشن الستيك بيت نفسها في الفيديو، ممكن تبص عليه. تمام. طيب كابتن كفراوي، الفكره نفسها يعني انا اصطاد امتى بقى اصطاد بوبر وامتى اصطاد ستيك بيت؟ فكره الصيد يعني انا دلوقتي نازل رايح اشتري عود، طب انا هل اشتري عود بوبر ولا هل اشتري؟ طب كويس، سؤال حلو قوي. انا بديك نصيحتي الشخصيه، لو انت هتبتدي صيد التوب ووتر ابتدي الاول بالبوبرات، ما تبتديش بالستيك بيت. ليه البوبرات؟ لان البوبرات حركتها سهله. تمام. سهل ونتائجها مضمونه. ماشي. غير الستيك بيت فيه فنيات كتير قوي، ومش من اول مره هتعرف تجيب الاكشن. يعني انا شخصيا لما ابتديت الستيك بيت كنت اشوف الناس تحرك الستيك بيت، اطلع اجرب الستيك بيت الاقي الستيك بيت بتلطش على وش الميه وما تعملش الاكشن، وما كنتش فاهم الموضوع ازاي. خدت مني فتره كبيره قوي، يمكن مثلا 4 5 6 طلعات بجرب من غير ما مش عارف اصطاد. يعني ممكن ناس جنبي شغاله في بوبر بتطلع سمك، تمام، وانا مش بطلع سمك لاني مش عارف الحركه عامله ازاي. لا، وفي ممكن تكون ناس كانت شغاله جنبك بستيك بيت وهي بتطلع وانت لا، لان مش عارف حركه. انا مش عارف حركه، بص على الناس مش عارف حركه ازاي. وفي نفس الوقت انا بقى شايف ان انت تشتغل في البوبر الاول عشان تستفيد بميزه كويسه قوي، ان انت تحس بالاحساس
بتاع الفايت بتاع السمك التوب ووتر، لان فايت التوب ووتر مختلف عن بقيه الفايت كله. يعني كنصيحه للمبتدئين اللي يعني عايز واحد يشتغل مبتدئ توب ووتر، اشتغل بوبرات بوبر الاول، الاول. لحد ما تطلع سمكه واثنين وثلاثه وسمكه كبيره، وتعرف ازاي بتقف، امتى تحط العود في الحزام، القصبه في الحزام، امتى تفايت. شوف الفايت بتاع الجي تي تحسه نفسه، تبتدي تعود جسمك وعقلك نفسه على الفايت شكله عامل ازاي. طيب بما انك يا كابتن كفراوي تحت اي حد مبتدئ ان هو رايح يشتغل توب ووتر يشتري عود بوبرات. تمام. طب ايه هي متطلبات عود البوبر؟ بالظبط. بما ان البوبر بتاعنا ليه كب كبير او ليه وش كبير مقعر، فانا بحركه في الميه هيبقى ليه مقاومه كبيره، صح؟ طيب يبقى انا محتاج عود يكون ناشف معايا، ناشف، عشان احس ان انا لما احرك العود في الميه يحصل ايه؟ محتاج تكون القصبه نفسها تكون ناشفه، عشان انت لو معاك قصبه لينه هيحصل ايه؟ لما هتيجي تتحرك ويكون العود فيه البوبر فيه مقاومه عاليه، هتلاقي القصبه اتنت منك والاكشن ما وصلش للبوبر. لا، انت عايز الاكشن بتاعك اللي يطلع من ايدك يوصل للبوبر ويعمل الطرطشه ويبقى قوي. ده بالنسبه للبوبرات. بالنسبه للستيك بيت انت مش محتاج الكلام ده، محتاج عكسه تماما. محتاج ازاي عكسه؟ محتاج يكون القصبه بتاعتك لينه شويه، التب بتاعها طري، عشان خاطر انت لما تشد الستيك بيت لازم القصبه نفسها تمتص شويه من حركتك، عشان الستيك بيت عشان يتحرك الحركه المظبوطه بتاعته ويطلع من فوق الميه ينزل تحت الميه، لازم يتحرك مش بيتحرك زي البوبر كده. البوبر بيتحرك ثابت، يعني البوبر من نقطه 1 لنقطه 2. لا، الستيك بيت بيتحرك كده، ماشي؟ لازم الحركه دي كده، لازم يكون فيها السرعه دي. السرعه دي ما يجيبهالكش عود يكون ناشف، لازم يكون العود طري شويه. تمام. دي اول نقطه. تاني نقطه الطول. دايما العود بتاع البوبر بيبقى عود قصير، تمام؟ بالنسبه للعود بتاع الستيك بيت، العود البوبر بيبقى مثلا 2 متر، بيبتدي من 2 متر و10 لحد مثلا 2 متر 20، 2 متر 25، 2 متر 30. تمام. انما عود الستيك بيت بيوصل 2 متر 40، 2 متر 45، 2 متر 50، ممكن يوصل 2 متر 55. بيبقى اطول شويه، لان العود كل ما هيطول كل ما هيبقى لين شويه معاك. تمام. فانت ممكن تفرق مبدئيا كده لما تروح محل ادوات صيد عشان تبص على العود بتاعك، الطول يديك انطباع عن هل دلوقتي انا سؤال كمبتدئ رايح اشتري عود بوبرات او رايح اشتري عود توب ووتر، هل ينفع اشتغل بيه نفس العود هو بوبينج نفس العود بوبرات نفسه ينفع اشتغل بستيك بيت والعكس؟ طيب عود الستيك بيت، لو مثلا عندنا عود ستيك بيت ميزانه الرمي بتاعه 180 جرام، اقصى حد للرمي ليه 180، ممكن نشغل عليه بوبرات يكون مقاس الكب بتاعها اصغر شويه والميزان بتاعها اصغر شويه، يعني مثلا ميزان 120 جرام، 100 جرام، 110 جرام، ويكون الكب بتاعها اصغر، ما يكونش الكب كبير. بالنسبه لعيدان البوبينج لا للاسف مش هينفع، او عشان تشغلها لو انت عندك عود بوبينج مثلا اقصى حد للرمي بتاعه 180 جرام، محتاج تحط ستيك بيت 250 جرام، 220 جرام. فهتلاقي نفسك طبعا ده مش منطقي في البحر بتاعنا، يعني زياده قوي على البحر بتاعنا، غير ان الميزان نفسه ده هتبقى العود السيت اب كبير وهيبقى الموضوع متعب. وحاجه ثانيه كمان، العود البوبر نفسه بيبقى دايما زي ما احنا اتكلمنا قلنا ان طوله اقصر، وما دام طوله اقصر فبالتالي ده بيأثر على مسافه الرمي. فانت عشان ترمي ميزان 250 جرام بعود قصير، وهتبقى انت كده بترمي بحد اقصى من الحد بتاع القصبه. فانا شايف من وجهه نظري ان موضوع ان انت تشتغل بعود البوبرات ستيك بيت لا صعب شويه، انما عود الستيك بيت تشتغل بيه بوبرات ممكن، بس يعني بشوط. يعني بنفس فكره يا كابتن كفراوي، بنفس فكره عيدان اللايت كاستنج وعيدان الشور جيجنج، او بمعنى اصح ينفع اشتغل بعود الكاستنج اشتغل بيه شور جيجنج بس بميزان اقل في الجيجات، فهي تقريبا نفس الفكره بالظبط. تمام. طيب هل انا دلوقتي في الفايت ما بين عود البوبينج وعود الستيك بيت بيفرق معايا في الفايت في حاجه؟ طبعا. ايه هو الفرق؟ بما ان العود نفسه بتاع الستيك بيت هو عود لين شويه، فبالتالي الباور بتاعه اقل شويه. تمام. ماشي. هنعمل تجربه دلوقتي عشان اوريكم فرق الاثنين. التجربه هتبقى عباره عن ان احنا عندنا قصبتين، قصبه مخصصه للستيك بيت وقصبه مخصصه للبوبرات، وهنرفع نفس الوزن الاثنين. عندنا شنطه جيجات هنوزنها قدامكم، وهنرفع الاثنين بنفس الوضع بتاع رفع الاثنين، وهننزل الكيرف بتاعهم على السبوره زي ما انتم شايفين، وهنتكلم عليها. خلينا نشوف التجربه الاول. دلوقتي يا شباب احنا هنوزن الشنطه اللي هنقيس عليها انحناءات القصبات بتاعتنا. كام كيلو؟ هنثبتها على القصبتين صح؟ نفس الوزن ونفس الشنطه تقريبا 8.5 كيلو. 8.5. دلوقتي يا شباب بنجرب قصبه الستيك بيت، وادي الشنطه زي ما انتم شايفين. بنجرب انحناء القصبه. طيب
نزل بقى كده. علم. شباب احنا دلوقتي هنجرب قصبة مخصصة للبوبرات، قصبة اسمها بيج بلو من شركة هوك. طيب احنا في الحالتين بنرفع لحد ما الشنطه يا دوبك فوق الارض بالظبط تمام عشان نثبت كل العوامل بتاعتها. تمام. بس كده. ما تنزلش يا سعد. طيب احنا رسمنا كيرفين زي ما انتم شايفين مع بعض. لو خدت بالك هتلاقي الكيرف، انا هنا مش ببص على الارتفاع ان ده عالي وده واطي، مش ده اللي يهمني، انا يهمني شكل الكيرف ده. لو انتم شايفين بص الميزان ده على ال 8 كيلو، شكل العود الكاربنتر اللي هو بتاع الستيك بيت شايفينه عامل ازاي، والميزان اللي هو بتاع البوبر شايفينه عامل ازاي. فده بيوضح فرق قساوه العود نفسها، العود اللين والعود القاسي، العود القوي. فانا في البوبنج محتاج العود ده، محتاج الكيرف ده، مش محتاج العود يتني معايا الثانيه دي كلها، انا محتاج العود يتني معايا ده. وده بيبين اول حاجه ان انت تقدر تعرف شكل اكشن العود نفسه، تمام، وتقدر تعرف الباور ريتنج بتاع العود. يعني معنى الكلام ده ان العود البوبر ده الباور ريتنج بتاعه اعلى من عود الستيك بيت. العود الستيك بيت ده هيحرك معاك الاستيكات مظبوطه، هيحركها كويس جدا، تمام، هيحرك بوبرات اقل. انما عود البوبنج، العود البوبرات ده لا، مش هيقدر يحرك معاك ستيك بيت، بس هيديك ميزه حلوه قوي في الفايت، هيديك الايدج او بيسموها ميزه عنك في الفايت، ماسك الموقف اكتر من العود ده. هنزل لكم هنا فيديوهات تشوفوها بشكل الفايت مختلف ما بين الاثنين. في فايت الستيك بيت على عود الستيك بيت، وفي فايت على عود بوبر. انت نفسك في الفيديو هتلاقي نفسك هتلاحظ الفرق ما بين الاثنين. كابتن كفراوي، ممكن تقول للناس اللي بيتابعونا دلوقتي خلاصة التجارب بتاعتنا احنا كتيم، ايه الاعواد تقريبا اللي اشتغلنا بيها وجربناها كفايت، كجودة، كاكشن؟ طبعا احنا اشتغلنا بحاجات كتير قوي. انا هدي مثلا مثال 5 اصابات احنا جربناهم اشتغلوا معانا كويس قوي واثبتوا كفاءه معاهم في سواء في الفايت. طبعا كل واحده بالنسبه لتطبيقها، احنا عندنا بعض الحاجات التانية بس احنا ما بنذكرش غير الحاجات اللي احنا جربناها واشتغلت معانا كويس واثبت كفاءه. فاول قصبه مثلا عندنا قصبه مميزه جدا جدا، قصبه ما شاء الله اسمها كاربنتر اندلس بيشن. القصبه دي مصنفه عند اغلب الناس ان هي من افضل قصبات الستيك بيت في العالم. فيها ميزه جميله قوي عن بقيه القصبات ان هي قصبه لينه بس فيها جزء الباور اللي بيساعدك في الفايت، وده حاجه صعب جدا تلاقيها في قصبات كتير. اللور بتاعها او الميزان بتاعها 190 جرام وطولها تقريبا 8 قدم بوينت 3. الكود بتاعها اسمها كاربنتر، دي الماركه. اندلس بيشن ده الموديل بتاعها، الرقم الكود بتاعها 82 على 38. القصبه الثانيه قصبه الهوك البيج بلو، قصبه ممتازه في البوبرات، قصبه قاسيه جدا قويه جدا، بتحرك البوبرات بشكل كويس. طبعا الباور ريتنج بتاعها عالي جدا، بيخليك خصوصا لما بتيجي تصطاد على البوتش والحاجات اللي هي بيبقى الجي تي معرض فيها انه يخش على الكساره. القصبه دي بالنسبه لنا رقم 1 في الاختيار. قصبه قويه جدا، الباور بتاعها عالي، تقدر توقف جي تي كبير في وقت قصير، تقدر تشده من جوه الكساره تطلعه بره. طيب المواصفات بتاعتها ايه يا كابتن كفراوي؟ اللور بتاعها 200 جرام، الطول بتاعها 7.4. لو خدت بالك بص الفرق ما بين القصبه اللي احنا كنا بنتكلم فيه في اول الفيديو، موضوع الطول 8.3 في الطول و7.4. دايما قصبه البوبرات بتبقى طولها اقصر من قصبه الستيك بيت. قصبه الهوتس جي بانج، قصبه الهوتس جي بانج هم بيسموها يعني اول راوندر، هي ما بين الستيك بيت والبوبر، هي حاجه كده في النص، هي مش لينه قوي للستيك بيت ومش قاسيه للبوبر. فانا شخصيا هي اللور ريتنج بتاعها 200 جرام وطولها 8.3، بس انا شخصيا بشغل عليها ستيك بيت من 120 ل 140 جرام، ده اكتر ميزان بيحركها كويس، وبشغل عليها بوبرات اللي هي بتبقى 80 جرام.
90 جرام 100 جرام اقصى شيء، لكن ما بشغلش عليه اكتر من كده. اصابات اللي بيسموها البادجت، اصابات دي سعرها رخيص بس اصابات ممتازه جدا جدا جدا، واحنا جربناها شخصيا وجبنا الهيفي عشان نجربه من كتر ما احنا اللايت بتاعها عجبنا. فالهيفي بتاعها احنا جبنا مثلا الشيمانو جرابلر الموديل اللي هو 150 جرام، هم عندهم موديلات من تقريبا افتكر 60 جرام لحد 200 جرام. احنا جبنا مثلا الموديل ده 150 جرام، ممتاز جدا في موضوع الستيك بيت. هو لين شويه يحرك الستيك بيت كويس، بس طبعا بينقصه في مقابل كده ان الباور بتاعه قليل ضعيف شويه. تمام. ميزانها 150 جرام، طولها 8.2، قصبه لينه، وعندنا قصبه اللايت بوبنج بتاعتها نفس الموديل نفس الحاجه، بس الموديل نفس اللاين يعني، بس الموديل مختلف. دي لايت بوبنج لحد 100 جرام وطولها 8 قدم. القصبه دي على قد ما هي قصبه لايت بس فيها باور. تمام. انا بحط عليها لور 80 جرام فلوتنج وسينكينج، وبحط عليها بوبرات ال 40 جرام وال 50 جرام، ممتازه جدا على اللايت عليها. طيب نشكرك يا كابتن كفراوي على المعلومات الجميلة دي.